بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بيكم في حلقه جديده. يا ريت نبطل فتي في حاجه احنا ما نفهمش فيها، يا ريت يعني. الفتره الاخيره بقى لي فتره كبيره متابع طبعا التواصل الاجتماعي عموما، وبحب اتابع الاحداث. كميه ناس بتطلع تتكلم على المشاكل، مصر مع الحدود او اللي هي المشاكل الحدوديه بتاعتنا، سواء من ناحيه فلسطين او من ناحيه اثيوبيا وسد النهضه. انا ليا راي في الموضوع دوت، ويعني حابب ان انا اقوله، بما اني برضو ان انا يعني الحمد لله رب العالمين كان ليا الشرف ان انا ارتدي الزي العسكري فتره كبيره في حياتي، مش قليله، كظابط كمان مش كعسكري. وان انا درست العلوم العسكريه كويس، ودرست القانون الاحكام العسكريه كمان، فعندي خلفيه قويه عن الحياه العسكريه وعشتها. مين انتوا؟ يعني انتوا مين اللي بيطلعوا يتكلموا على المشاكل الخارجيه؟ بصفتك ايه؟ او انت ولا انت خبير استراتيجي، ولا انت كنت مثلا رتبه في الجيش وخرجت، ولا انت اي حاجه؟ انت بشوف شباب صغيره جدا بيتكلم على الموضوع اكنه عايش جوه المخابرات الحربيه، او اكنه على الحدود، وبيتكلم بيقول حاجات غريبه ومعلومات الله اعلم هو جايبها منين. وفي ناس بتتكلم بطريقه مش كويسه. اوصل بس معلومه لحضرتك: لولا القوات المسلحه المصريه وقوتها، انت عمرك ما كنت تبقى قاعد القعده انت قاعدها دي، والمكان اللي انت قاعد فيه دلوقتي بتعمل منه الفيديو وعمال تتكلم، وواخد بقى حريتك قوي في الكلام، وعمال تقول النيل مش عارف ماله، والناحيه التانيه الدنيا بايظه. انت يعني مش عارفك، وازاي تتكلم في حاجه زي كده اصلا؟ وانت مين عشان تتكلم في الموضوع ده؟ يعني انا المفروض مثلا واحد عندي خلفيه، واحد عشت فتره كبيره حياه عسكريه، ما اتكلمتش في الموضوع الا بالعكس. انا لو بطلع اتكلم على حسب المعلومات اللي عندي، انا عارف كويس قوي ان جيشنا القوات المسلحه المصريه لولاها انا ولا انت ولا ال 130 مليون كان زمانهم قاعدين بيقلبوا في التيك توك ويخرجوا ويتفسحوا وياكلوا. الدنيا غاليه، عندنا مشاكل جامده جدا داخليه، وانا اتكلمت فيها وبتكلم فيها، دي حاجه. وان احنا نتكلم بطريقه مش كويسه، او دون وعي، او دون معلومه كويسه، او معلومه موثوق فيها، او ان انت راجل كنت اصلا خبير، او انت راجل كنت في الجيش وخرجت مثلا وبتتكلم، سواء بتتكلم بالايجاب او بالسلب ايا كان، انت مين؟ يا العيل الصغير اللي طالع عنده 25 سنه و30 سنه عمال يتكلم ويحكي في قصص وحوارات وحواديت في الموضوع دوت، ولا انت تفقه اي شيء، ولا ليك علاقه باي حاجه اصلا، ولا انت دريان بحاجه، ولا انت عارف ايه اللي بيحصل اساسا. يا باشا القوات المسلحه المصريه دي اقوى جيش وخير اجناد الارض. فلما تيجي تتكلم عن القوات المسلحه المصريه تتكلم باحترام، بعيدا بقى عن المشاكل الداخليه. احنا بنتكلم دلوقتي على وضع البلد خارجيا، الوضع الاكبر حرب. لولا الجيش المصري انت سيادتك ما حاربتش من 73 لغايه دلوقتي. ما حاربتش، بس حاربت مين؟ حاربت ال الارهاب، حاربت اللي كان عايز يخرب البلد وتبقى وضعك زي وضع الدول اللي حواليك اللي كلهم لاجئين عندك دلوقتي وعايشين تحت حمايه. يعني كل اللاجئين اللي عندنا دول بلدهم خربت عشان واحد بيطلع يتكلم كلام هو مش فاهمه، هو مش عارف بيقول ايه. وعلى فكره القانون المصري هيعاقبك، يعني اي حد بيعق ولا بيتكلم بطريقه مش كويسه عن القوات المسلحه المصريه، او بيقول معلومات مش صح ويفتي، هتتجاب وهتزعل. هتتجاب وهتزعل ليه؟ ان القانون بيعاقب على الكلام ده، ان هو نشر معلومات مغلوطه بسببها يثير البلبله، او يثير الازعاج، او يثير اي حاجه ايا كان بقى اللي انت بتعمله. ما ينفعش. يعني انت ما بتنفعش يبقى انت سلبي للدرجه دي. انت الجيش ده اهلنا. ما فيش حد، ما فيش اسره مصريه ما فيهاش فرد في القوات المسلحه، ما بين بقى عسكري لصف ضابط لظابط لايا كان رتبته ووضعه جوه الجيش. مفيش. كل اسره مصريه هتلاقي فيها فرد على الاقل في القوات المسلحه المصريه. يعني اهلنا كلهم على الحدود، او هم اللي هيحاربوا، او هم اللي يعني انت اللي بيتكلم ده وطالع بيقول الجيش ومش الجيش، هو لو حصل حاجه والجيش طلب تعبئه عامه، سيادتك هتروح؟ لا طبعا. هتختفي ورا الموبايل بتاعك، ولا تختفي ورا الكاميرا، ولا الهيصه اللي انت عاملها على السوشيال ميديا عشان تبقى ترند على حساب مين؟ على حساب بلدك؟ لا ما ينفعش.
يعني يا جماعه لازم يبقى في وعي. احنا بنتكلم في المشاكل الداخليه، وانا كحقي كمواطن ان انا انتقد المشاكل الداخليه عشان انا عايش في البلد دي وعايز بلدي تبقى احسن بلد، ده طبيعي. انا مش بنتقد كرها فيها، انا بنتقد عشان انا عايز اعيش كويس، عايز ابقى عايش في دوله فيها قانون وفيها مساواه وفيها عدل وفيها، ده طبيعي. دي الحاجات الداخليه المشاكل بتاعتنا. لكن ما ينفعش اطلع على الملأ كده اتكلم في حاجات عسكريه وحاجات حساسه قوي تمس البلد بمعلومات غلط، ولا انا بقعد افتي واقول كلام مش عارف انا جايبه منين اصلا. لا، اوعى تمس الجيش المصري، اقوى دوله عربيه. اللي عنده كلمه غير كده ما يتفرجش عليا، اللي مش عاجبه كلامي ما يتابعنيش. انا بتكلم بكل امانه، انا راجل في الحته دي ما عنديش فيها تفاهم. الجيش المصري ده خط احمر ما حدش يتكلم عليه، لولا انا ما كنتش قاعد في مكتبي بتكلم الكلام اللي بقوله ده مثلا، ولا كنت هبقى مطمن على عيالهم في المدرسه. اديك شايف المره بيحصل ايه، هم في المدرسه بيتضرب عليهم قنبله، قاعدين بياكلوا بيتضرب عليهم قنبله، انت ما عندكش الكلام ده، مفيش. احنا بنعاني من مشاكل تانية، ده حوار هنتكلم فيه في وقته، او نتكلم فيه ما بيننا وبين بعضينا، بحيث ان ده قانون داخلي والحكومه اللي مسؤوله عنه. لكن انت بتتكلم على المجلس العسكري والقوات المسلحه، ووضع انت ولا دخلته ولا تعرفه ولا عشته ولا لبست البدله الميري عشان تعرف انت بتتكلم عن ايه. انا راجل لا لبست البدله الميري وتعاملت مع قاده كانوا من اكبر القاده، وفي ناس منهم لسه ما زالوا موجودين، وفي ناس اللي خرجت. فالحمد لله اتعاملت مع ناس في قمه الاحترام، ودخلت جوه الجيش وتعاملت مع رتب تقيله، وعرفت معلومات انت عمرك ما هتعرفها لو قلبت الدنيا كلها ودخلت على كل المواقع اللي تعرفها، عمرك ما هتعرفها. انا اعرفها ومن دخولي جوه القوات المسلحه، وعارف يعني ايه جيش، وعارف يعني ايه رجوله، وعارف يعني يوم ما يحصل حاجه في البلد هتلاقي اللي واقف وبيدافع عنها بقلبه وبدمه. وده حصل فعلا في سينا في الفتره اللي من بعد الثوره. شوف انت كام واحد شهيد مات بسبب شويه خونه كانوا عايزين يبوظوا البلد. هل ده العمل ده مش بني ادم زيك؟ ده مش مصري زيك؟ مش انت مصري وهو مصري؟ العسكري اللي هو محمد صلاح اللي مات من قريب لما دخل موت كم كم عسكري في ساعه موضوع الاحداث الاخيره بتاعت الحدود، ده مش مصري؟ من عين شمس على فكره، شاب. هو ده الواحد يتكلم عليه، هو ده الصح. لكن تطلع ده بقى تفتي وتقول كلام انت مش فاهمه، لا حاسب. الجيش المصري هيفضل طول عمره اقوى جيش عربي، خيره اجناد الارض. بس مفيش كلام بعد كده. يا ريت نبطل فتي، يا ريت يطلع يتكلم معلومه عن الاحداث الخارجيه يبقى عارف هو بيقول ايه، وعارف جايب المعلومه منين، ويبقى متاكد منها. لكن الفتي ده هتقع وهتتجاب وهتقول يا ريتني ما فرحت وعملت لي ترند ولا عملت لي مشاهدات عشان خاطر اطلع اتكلم في حاجه انا مش قدها وما اعرفش عنها حاجه. انا بس حبيت اتكلم عن الموضوع دوت عشان بالنسبه لي انا حساس، ممكن يكون في ناس كتير مش فارق معاها، بس انا بالنسبه لي مهم عشان انا عارف قد ايه، وانا داخل وشفت القصه وعارف يعني ايه جيش وعارف يعني ايه حياه عسكريه. والله يكون في عونهم على اللي هم فيه. انت مش دريان هم عاملين ازاي وفين وتحت ايه، وفي اي لحظه ممكن يحصل لهم ايه. ربنا يعينهم وربنا معاهم. بطلوا فتي. تحياتي.